دم شبابنا ما راح يضل على الارض. الشيء اللي صار اليوم بالساحل ما راح ينسكت عنه ابدا. ارتال من اداره الامن العام وقوات وزاره الدفاع عم تتوجه من كل المحافظات السوريه للساحل من اجل فرض الامن. بدات الارتال بالوصول وبدات بالاشتباك مع عصابات الاسد المجرم، مع فلول عصابات الاسد المجرم، وقام بتطويق بلدات الداليه وعين عيتا اللي تحصنوا فيها المجرمين اللي استهدفوا شبابنا اليوم. اللي صار اليوم انه في مجموعه من فلول عصابات الاسد المجرم استهدفت دوريات للامن العام والشرطه، مما ادى لاستشهاد مجموعه من شبابنا، استشهدوا وهن صايمين، واصيب عناصر اخرين. بدات ارتال اداره الامن العام وارتال اداره قوات الدفاع وقوات وزاره الدفاع بالتوجه للساحل من اجل القصاص. هي المعركه راح تكون مختلفه عن كل المعارك. هلا بس يدخل الامن العام على هي البلدات اللي تحصلوا فيها المجرمين راح تبلش الاصوات تتعالى انه الامن العام عم يعمل انتهاكات، الامن العام عم يلقي القبض على المجرمين، الامن العام عم يروع المدنيين وما بعرف ايش. هي ما انتهاكات، هذا واجب على هدول الشباب انه يثأروا لاصدقائهم واصدقائنا اللي استشهدوا. الشباب اللي استشهدوا بنعرفهم من رفقاتنا ومن اصدقائنا، استشهدوا غدرا. لو انتم رجال لفلول عصابات الاسد المجرم، لو انتم رجال كنتوا واجهتوهن وجه لوجه، بس طبيعتكم الغدر، وهي المره ما راح ينسكت عنها ابدا. هي المره ما راح ينترك الساحل حتى يتم فرض الامن والسلام. قلناها 1000 مره وراح نرجع نقولها انه هدول المجرمين من فلول عصابات الاسد المجرم هن عباره عن قنابل موقوته ممكن تفجر باي لحظه. اليوم انفجرت وادت لاستشهاد مجموعه من شبابنا، استشهدوا غدرا وهن صايمين. ما من طبيعه هدول الشباب وما من عاداتهم ابدا وما من دينهم انهم يسكتوا او يتركوا دم اصدقائهم على الارض. دم شهدائنا اللي استشهدوا اليوم ما راح يضل على الارض. دم اصدقائنا ورفقاتنا اللي استشهدوا ما راح يضل على الارض ابدا، وراح يثأروا وراح يتم فرض الامن والسلام عنوه، لانه البعض فهم اذا بدنا نسامح من اجل بناء دوله فهموا ضعف. ما لنا ضعاف، اللي اسقط نظام الاسد المجرم وحلفائه ما ضعيف، بس في مجرمين مجرد رفعت بوطك عنهم مباشر بيرفعوا رؤوسهم. رؤوس المجرمين ما لازم ترفع، رؤوس المجرمين ما لازم ترفع، ولازم يتم محاسبتهم جميعا والقضاء عليهم جميعا لحتى نعيش بسلام وامان. ما راح يستقر البلد طالما في فلول من عصابات الاسد المجرم موجوده. الارتال عم تتوجه الان من كل المحافظات لنفرض الامن والسلام غصبا عن الكل. ما راح نسمح لحدا بانه يسرق نصرنا، ما راح نسمح لحدا بانه يعطل هذا النصر ويشيلنا فرحتنا فيه. بدنا ندافع عن نصرنا بكل ما اوتينا من قوه، باعضافنا بدنا ندافع. راح تتحملوا المسؤوليه الشيء اللي عملتوه اليوم والشيء اللي بدي اقوله بالاخير للعناصر المغرر فيهم من فلول الاسد المجرم. ترى ليكم مثل ما بشار الاسد ترككم، مقداد فتحيه وغيره من رؤوس المجرمين راح يتركوكم وراح توعوا طوش براسكم انتم. لهيك هلا فيكم تسلموا سلاح، ولهيك هلا فيكم تسلموا انفسكم لاداره الامن العام ولقوات وزاره الدفاع. بعد دقائق ربما الوقت يفوت. قلنا لكم هذا الحكي قبل ما يسقط الاسد المجرم، قلنا لكم ما معكم وقت، سلموا حالكم، والشيء اللي قلناه طلع صح. هرب المجرم وترككم، وهلا راح يهربوا هذول المجرمين يختفوا بين الجبال او راح ينقتلوا وراح يتركوكم لمصيركم المجهول. لهيك سلموا حالكم هلا. المعركه هاي ما مثل اي معركه، وعم نقولها من هلا. راح يتم فرض الامن والسلام ما بس بالساحل، بكل سوريا، غصبا عن الكل، غصبا عن كل اللي عم يدعمكم، غصبا عن كل اللي عم يشغلكم. ما عملنا اي عمليات ثأر، ما عملنا اي شيء لحد الان. عم نحاسب المجرمين والمجرمين بس، والخبر اللي راح تشوفوه بعد ساعات، مو هلا.